السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا. بقالنا كام يوم ما عملناش فيديوهات، وانتوا ما شاء الله طالبين ان انا اعمل فيديو. شوفوا الفراخ ما شاء الله اللهم بارك. استنيت اهو احط الاكل، دي تاني مرة احط الاكل وانا قاعدة، بحط على على مرتين كده. فصلاة النبي ما شاء الله اللهم بارك. الفراخ زي الفل. اللي عايز يطمن ان الفراخ حلوة ولا جراها حاجة، الفراخ حلوة الحمد لله، مفيش حاجه ماتت مني، مفيش حاجه تعبانه الحمد لله اللهم لك الحمد. بحاول ان انا اراعيهم على قد ما بقدر، بالفيتامينات بقى، بالعنايه، بالاهتمام، بالتهويه لما بلاقي المكان مكتوم قوي، فعلى قد ما بقدر. اللي عايز يعرف تاني عن موضوع الفراخ، انا اتفاجئت اول حاجه ان الفراخ ما شاء الله سعرها رفع جدا. الفراخ لما انا اشتريتها كام من، يعني بصوا السبت الجاي انا كده هتم 3 اسابيع، يعني في خلال تقريبا داخلين على شهر. بصوا الفرخه مش قادره تمشي، فرخه بلدي اللي هناك دي، رغم ان مش عليها بيضه ولا حاجه، بس مش قادره تمشي. المهم الفراخ اللي انتوا شايفينها دي فراخ انا حاطه فيهم شويه بلدي مكسوره. طب ماشي. اللهم صل عليك يا نبي. شويه بلدي وشويه لهمن، وطبعا في مكان تاني في حيطه اهي جوه بقى الفراخ اللي بتبيض، فساعات بينطوا هنا، يعني زي مثلا كده لو بصيتوا في قدامي اهي فرخه بيضه، ساعات بينطوا هنا، فما فيش مشكله. وده ديك بلدي عشان بس لو لقيتوا مناظر غريبه فعادي. دي اهي دي لهمن اهي من الجديده، واخدين بالكم؟ ده لهمن جديد اهو، تمام؟ ده لهمن جديد اهو. كل اللي انتوا شايفينه بعرف احمر ده جديد، تمام؟ اهو ده جديد. ايه التطور اللي حصل من 3 اسابيع؟ يعني انا بقول لكم يوم السبت الجاي ان شاء الله كده هنتمي 3 اسابيع. التطور طبعا الشكل والوزن وعلامات التبشير. يعني ايه الشكل والوزن وعلامات التبشير؟ يعني مثلا بسم الله بصوا، مثلا الفرخه دي واخدين بالكم عرفها صغير شويه، هي بقى كانت جايالي عمر 100 يوم، دي بهتانه خالص، تمام؟ شايفين دي بقى بسم الله ما شاء الله. ما تخافش ما تخافش ما تخافش. طيب شوف غيره عشان هم بقى بياكلوا اهو. يعني شايفين في فرق، العرف كبر شويه، احمر قوي. سامعين الصوت ده؟ بصوا اهو اهو، ده بدايه كويسه. الوزن طبعا زاد معايا، طبعا هو واضح. خلاص يا مكه حطي اهو، مكه بتمسك لكم اهو. بصوا ما شاء الله العرف زاد واحمر. اللهم صل عليك يا نبي. الحجم شكلا باين. بصوا الاصوات بقى اللي بيعملوها، اللي هي اصوات النبحه دي، اللي هي دي بدايه خلاص العنقود البيض بيتكون. لا ده القديمه، دي الكبيره. بصوا بقى ده القديم اللي عندي. بصوا عرفها بيكبر ازاي اهو. ويمكن لو مسكتها وقستها هلاقيها من الجديده كمان، لان هو ما شاء الله يعني اوزانه كانت مظبوطه، يعني مظبوطه الصراحه. المهم اللهم بارك، عن عمر 3 اسابيع خلاص. اللهم صل عليك يا نبي. الحاجه بدات تبشر او تبشر، علامات التبشير بدات معايا خلاص يا مكه. علامات التبشير بدات معايا. سامعين الاصوات دي اهو؟ شايفين دي اهي؟ خلاص الاصوات دي يعني ما شاء الله. اسبوع بالكتير ان شاء الله وهجيلكم وهوريكم البشاير معايا باذن الله، زي ما اوريكم ايه في الطلبيه اللي قبل كده. فالايام بتعدي هوا الحمد لله. انا بعمل لهم ايه والله العظيم يا جماعه؟ انا بعمل اقل من اي حد ممكن يعمل. انا عشان صحتي على قدي، انا يمكن ما عملتش فيديوهات الايام اللي فاتت عشان كنت تعبانه ومشغوله شويه. اللهم صل عليك يا نبي. انا عادي جدا بحط الاكل. الفتره الاخيره انا حطيت عملت ايه بقى في الاكل؟ عشان العلف انا ما كانش معايا فلوس قد كده، فجبت غله وجبت رده وجبت تشيشه، وطبعا جبت العلف. فانا مثلا هحط لهم 10 كيلو، فانا بروح حاطه كيلو رده، كيلو غله، كيلو دشيشه، ادي كده معانا 3 كيلو. واروح حاطه ايه ال7 كيلو اللهم صل عليك يا نبي ايه علف. عندك شويه اكل بيت حطيهم هياكلوا. يعني بصوا ده ورق كرنب اهو، انا رميه على جنب، ده زياده اضافه عن الحاجه اللي انا حطيتها. ولو انا اوريكم دلوقتي انا حاطه لهم رده، انا حاطه رده. طيب خلاص كده. انت عشان برضو نهتم، الميه بتعملي ايه بس لو سمحت؟ الميه قدامكم اهو. بصوا انا عندي اهو، ده خل، وده به كافكولين، ووراه سيلينيوم، ولو كان عندي برطمان العسل خلص. هي دي حياتي.
انا مثلا بدات الاسبوع يوم السبت، هدي سبت وحد به كاف كولين. شوفوا انا فاتحه الازازه اهو عشان انا كنت لسه بدي دلوقتي حالا. هدي يوم السبت مثلا به كاف كولين سبت وحد، يوم الاثنين هدي سيلينيوم 2 و3، يوم الاربع هدي 4 وخميس هدي خل، جمعه وسبت ادي عسل، نرجع بعدها ندي شيح، نرجع بعدها ندي حلبه، وهكذا لحد ما نرجع تاني لبه كاف كولين. المهم الميه بتاعتنا تبقى دايما فيها فيتامينات وفيها حاجات محفزه ليهم ولصحتهم ولمناعتهم. ممكن تعملي الكركم زي ما قلت لك، ممكن تحطي الفلفل الحامي، تضربي الفلفل الحامي، تحطي شطه. الحاجات دي مهمه جدا. يعني اتفنني مع الفراخ بتاعتك، حاجه مش مضره وما تكتريش منها. يعني ما ينفعش مثلا اجي اقول لك الفلفل الحامي حلو للفراخ تروحي ماسكه اسبوع هرياهم فلفل حامي اهري معدتهم، لا. هم برضو زي الاطفال الصغيرين او زينا. يعني انا بقول لك بالترتيب: عسل اسود، حطي نص معلقه عسل اسود على كل سقايه لمده يومين على ما تلف لفتك. يعني انت لو خدتي يومين به كاف كولين ويومين هيه سيلينيوم ويومين مضاد سموم، انا لسه بعت اجيب مضاد سموم والدكتور كلمني امبارح وقال لي جيب، وبجيب الكيلو ما بجيبش الاحجام الصغيره، لازم تاخدوا بالكم حتى لو عندكم عدد صغير. يعني حتى لو انتوا هتجيبي 20 وحده 50 وحده ما تسترخصيش وتقولي هجيب الصغيره. عارفين يا جماعه الازازه الصغيره من الهيه سيلينيوم اللي هي بتبقى 20 مللي ولا 50 مللي دي، والله بتبقى تقريبا 30 مللي، حاجه صغيره قوي، بتبقى ب 25 او 30 جنيه. انا بجيب الازازه الكيلو ب 90 جنيه وب 100 جنيه، فبتبقى موفره جدا جدا. فما تقوليش ده انا عندي عدد قليل 30 40 فرخه فهجيب لهم الازازه الصغيره، لا، هاتي الازازه الكبيره وصلاحيتها 3 سنين، تقعد معاكي سنه، تقعد معاكي 2، مش هتقول لا، يعني حافظي عليها وخلاص. فانت كده هتعملي ايه؟ هتجيبي كل حاجتك كيلوهات عشان توفر معاكي، ومش شرط تضلعي نفسك وتجيبي برضو كل حاجه مره واحده. عشان البيه كاف كولين ده انا جايباه ب 350 والهيه سيلينيوم جايباه ب 90، برضو يمكن تكون دلوقتي الاسعار رفعت. فهاتي حاجه واحده. انا انصحك بالهيه سيلينيوم، ممتاز جدا وحلو. العسل متاح في كل حته، لو جبتي ب 10 جنيه هيقعد معاكي شهر، لو جبتي ب 10 جنيه على حسب العدد اللي عندك. لو جبتي ب5 جنيه حلبة، لو جبتي ب5 جنيه فلفل، الحاجات دي اللي انا بقولك عليها دي هتكفي معاكي شهر واكتر. فانت اعملي كده، اعملي يومين حلبة اعملي يومين كركم، اعملي يومين شطة، اعملي يومين به كاف كولين، يومين هيه سيلينيوم، يومين خل، يومين مضاد سموم. يعني ممكن الصنف الواحد تحطيه مرة واحدة في الشهر. يعني على ما تيجي تلف دايرتك وتلف الدورة تاني بتاعت علشان ترجعي للادويه، هتلاقي الهيه سيلينيوم بتحطيه مرتين في الشهر، البيه كاف كولين مرتين في الشهر. وكده فراخك هتبقى مناعتها قويه ومعاكي زي الفل. تمام. وما ننساش الشيح، وما ننساش لو حاسين في البرد نزود شاي وليمون. الشاي وليمون برضو حلو قوي على فكره، مش وحش. او ليمون بس، معلش زوري واجعني شويه، او ليمون بس. الليمون برضو حلو قوي، مضاد حيوي وقوي وبيقوي المناعة وبيقتل الأمراض وبيحمي الفراخ بتاعتنا. حلو كده. يبقى احنا كده اتكلمنا. انتي بتشربيهم ايه؟ اهو انا قلت لكم اهو بتغيري المية كل شوية. اقسم بالله ما بغير المية، هي مرة في اليوم على قد ظروفي وصحتي ووقتي. انا بحط الاكل مرة في اليوم وبحط المية مرة في اليوم. انا بكلمكم دلوقتي الصبح الساعة 9 جيت من بيتي حطيت الحاجة وهقعد قدامهم شوية، لميت البيت بتاعي وهظبطهم. الساعة 9:30 ولا 10 هتلاقوني بقفل الباب وبقول لهم سلام عليكم واستودعتكم ربنا، وبمشي وباجي تاني يوم الصبح. تمام. طيب ايه الإضاءة؟ ايه موضوع الإظلام؟ وايه موضوع البرنامج؟ وايه؟ والله يا جماعة ما ماشي على برنامج. انا قلت لكم اهو شباك ربنا اهو، وادي نور ربنا اهو، وحاطه لمبه منوراها 24 ساعه، لمبه بيضه، وجوه لمبه بيضه اهو 24 ساعه، وخلاص على كده، مش عامله اي حاجه تاني. حلو كده. يبقى احنا اتكلمنا على الايه؟ على الاضاءه، عشان ما تصعبوش الدنيا عليكم، ما تصعبوش الدنيا عليكم. انا فاتحه اهو برضو ده لظروفي، وبعرفكم ان رغم ان الظروف الصعبه دي فالحياه ماشيه والدنيا ماشيه. طيب المشروع مربح، نجيب ولا ما نجيبش؟ والله العظيم يا جماعه مربح، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، مربح. هقول لكم اللهم صل عليك يا نبي. انا مش هقول على الكميه الجديده لان الكميه الجديده ايه لسه ما طرحتش ولسه ما ظبطتهاش ولا حسبت لها حسبه. تمام. هو مشروع قائم بصرف فيه لحد دلوقتي ولسه ما خدتش منه اي ارباح. انا هحسب لكم على الفراخ القديمه اللي انا جبتها من الشخص اللي قبل كده اللي انا حكيت لكم عنه، اللي خمني في الاوزان والعمر.
الفراخ دي كانت كام فرخه؟ الفراخ دي كانت 80 فرخه. 80 فرخه. ال80 فرخه مات منهم حوالي 6 برضو بدون سبب كده. فجاه لقيتهم ايه يا مرام في ايه؟ لقيتهم كشوا وتعبوا وماتوا. طبعا على ما فوقنا بقى ونعمل ايه وما نعملش ايه كان مات 6. المهم اللي اتبقى دلوقتي، وهو كان للامانه مديني واحده زياده، كانت غلطه. جت غلطه اقسم بالله. انا لسه وزنها دلوقتي كانت جايه 500 جرام ولا ما اعرف 400 جرام، ما راضيه تكبر. بوزنها دلوقتي لقيتها 700 وشويه. قلت يلا يا مسهل، وطبعا ما باضتش ولا حاجه. المهم دلوقتي انا عندي 75 فرخه. ال 75 فرخه هقول لكم بالارقام، والله ما بقول الحاجه دي لحد وقولوا ما شاء الله، على قد ما هي حاجه صغيره او حاجه كبيره انتوا شايفينها قولوا ما شاء الله، لان ما فيش حاجه جت معايا بالساهل. انا بقول لكم عشان يمكن انفع حد، يمكن حد يستفيد من اللي هقوله، يمكن اكون مصدر لسبب يعني ربنا يجعلني سبب لمصدر دخل حد، او لان حد يرتاح ماديا. 75 فرخه انا بجيب يوميا منهم 8 لحد دلوقتي. احنا النهارده كده اللهم صل عليك يا نبي النهارده 5 في الشهر، يوم 18 في الشهر هتم ان انا قفلت شهرين تبشير، يعني قولوا ناقص لي اسبوعين في التبشير. البيض انا قايله لكم قبل كده اول شهر من التبشير، يعني انت بشرت معاكي النهارده عدي شهر يبقى نسبه الانتاج بتاعتك 50%. هي مش هتديكي الانتاج كله مره واحده ولا بعد اول اسبوع ولا حتى بعد اول شهر، عشان تبقي عارفين. بعد اول شهر من التبشير هتديكي انتاج 50%. طب امتى تديني الانتاج ال 80% وال 90% اللي بتقولوا عليه؟ تديكي الانتاج 80% و 90% بعد تمام الشهرين من التبشير، بعد ما تقفل الشهرين من التبشير. طب انا دلوقتي الانتاج عندي نسبته كام؟ الانتاج عندي نسبته 66%. ممكن في بعض الاوقات كان بيزيد من عند الله بقى، والله في مره زاد ما شاء الله لحاجه و70%. بس انا مش مستعجله، انا بعمل اللي عليا اهو. 66% الانتاج، يعني انا يوميا اللهم صل، انا اسفه والله العظيم جدا، يوميا بلم اللهم صل عليك يا نبي. المفروض هم 75 فرخه، طبعا مش كلهم بشروا. انا بطلع منهم اللهم صل عليك يا نبي 48 بيضه، 50 بيضه، واوقات 55 بيضه. خلينا في المتوسط 50 بيضه. طب افرضي هم سبتوا على ال50 بيضه، هكسب ولا مش هكسب؟ هتكسبي. اقول لك ليه، منتهى البساطه. احسب ال75 فرخه بياكلوا في اليوم 100 جرام علف، واحسبوا ان احنا هنديهم 100 جرام علف صافي. هم المفروض يا جماعه نشبعهم شويه، يعني في ما بيكبروا كده بياخدوا حوالي من 110 120 جرام. خلاص احنا هنحط شويه اكل بيت وهنحط 100 جرام علف صافي. ال 100 جرام علف صافي الكيلو ب 18 جنيه في جملته، معرفش بقى فرط من بره بيتباع بكام. لو حضرتك جبت شكاره الكيلو ب 18 جنيه. هياخدوا قد ايه في اليوم؟ هياخدوا 7 كيلو ونص. اضرب بقى ال7 كيلو ونص شوفهم بكام، انا مش كاتباها، انا بقول لك بقى البيانات وانت احسب. 7 كيلو ونص تضربهم في 18 جنيه وشوف اللي هيطلع كام. اخصموا من ثمن البيض. انا بطلع البيضه ب4 جنيه، البيضه بطلعها ب4 جنيه. قول ان انا بيطلع لي 50 بيضه في اليوم، يعني 200 جنيه. اخصم ده من ده هيطلع لك مكسبك. اضربه في الشهر، اعرف انت بتكسب قد ايه في الشهر. عايز تطلع مصاريف نصريه، حاجات بسيطه على قد الحلبه، على قد الشيح، على قد الحاجات دي، مفيش مشكله. بس خد بالك ان النسبه اللي انا بقول لك عليها دي نسبه 66%. انا لسه ما تمتش التبشير بتاعي، ما تمش، تمام؟ عشان ما حدش يحسب ان ده المشروع كله، لا انا بحسب لك بالنهارده ان انا ناقص لي اسبوعين واوصل للنسبه المتاحه او النسبه اللي الناس كلها بتوصل لها، وانا لسه عمري ما وصلت لها، اللي هي 80% 90%. على فكره انا لما باجي احسب ليا بقول ما تتعشميش في 90%، خلينا في الوسط، خلينا في 80%. فبحسب على 80%. سامعين الصوت ده؟ بتبيض بقى، اللهم بارك. عندي فرخه بتبيض بيضه كبيره جدا ما شاء الله بصفارين، عملت لكم فيديو عليها قبل كده، بيضتها امبارح، فممكن يعني تكون هي اللي بتتعذب جوه دي على ما تنزل بيضه. خلاص خلصنا كده. بيكسب بيكسب، حلو الكلام. بس اتكلمنا على الاضاءه، اتكلمنا على النظافه زي ما انتم شايفين. اخدين بالكم ان الارض مبلوله قدامي يعني مطريه. انا عشان تعبانه انا مش قادره اعملها، والله كان في فص. بصوا اهو
اهو شوفوا انتوا بتتكلموا اهو، ادي الفاس اهو، كحتنا حته صغيره من على جنب، خليت بنتي كحتتها، بنتي صغيره والتانيين عليهم امتحانات، فمش هسيبهم الامتحان عشان خاطر يجوا يكحتوا، فعلى قد ما اقدر بهوي، فبتنشف الارض كده من وقت للتاني. تمام. بس الصح ايه؟ الصح ان احنا كل اسبوع نشيل. طب ما بتحطيش نشاره ليه؟ ما بحطش نشاره، مش ناقصه الصراحه لخبطه وقرف وبهدله ونطوره، يعني هي كده الارض بتنشف وحلوه زي الفل ونظيفه لما بتيجي تنشف وخلاص على كده. وبعدين هروح اجيب لي شوال نشاره ب50 جنيه، ده يا دوبك هيتفرش في الفرش في الارض وخلاص. واحط لي قد ايه بقى؟ احط لي كل اسبوع شوال ب50 جنيه؟ لا مش عايزه اعمل كده، انا بكلمكم بمنتهى الصراحه. طيب نيجي بقى للنقطه المهمه قوي. كان في برضو حد سالني سؤال، ليه منقارهم مقطوع؟ وانا والله كل ما اخش على التعليقات عشان ارد عليها معرفش، مش راضي يخش ابدا، يعني مش راضي يجيب لي التعليق ان انا ارد عليه، فانا هرد عليك اهو في الفيديو. بصوا اللهم بارك يا رب اهو، اهو اخدين بالكم الحته المقطوعه دي ليه بقى؟ المزارع لما بيجوا يربوها وهي عمر يوم في كتكوت كده، بيبقوا خايفين يحصل افتراس، الفراخ بتعض بعض وبتنقر بعض وبتجيب دم، والدم ده ريحه الدم بيخليهم يجروا ياكلوا وينقروا في بعض. مش بنشوف اكيد ناس عندها فراخ بلدي من اللي انتوا بتسمعوني وهتعرفوا ان الفراخ لما بتنقر في بعض ما بتسيبش لما بتموت، ده ممكن والعياذ بالله تخش تجيب المصارين من جوه لو متنقره لان الدم بيستفزهم، بيبقوا عايزين ياخدوا ياكلوا ويمصوه ياكلوا، فخلاص الفرخه بتموت. فهم بيقصوا المنقار ده اولا عشان ما يفترسوش بعض، ثانيا عشان لما يجيلي انا بقى ما ينقروش في البيضه يكسروها، لان منقارهم قوي وحاد، واخدين بالكم بقهم كبير ما شاء الله طويل، فهينقر في البيضه ويبوظها ويكسرها. فاذا المنقار ده سببه ايه؟ سببه الافتراس وسببه البيض، دي حاجه كويسه، ومش انت اللي بتعمليه ده، هو بتجيلك جاهزه كده، يعني هي بتجيلك جاهزه مقطوع كده. تمام كده، خلصنا النقطه دي. النقطه الثانيه، كان في كذا تعليق، انا خايف، انا بشوف تجربتك عشان اعمل. والله العظيم يا جماعه اي حد جديد دخل القناه عندي، انا عامله القناه من بدري قوي من 2 سنين، ولو قلبته كده قلب على السريع وشفته ان انا بكافح قوي في الدنيا، وعملت مشاريع كتير قوي على قد ظروفي وعلى قد امكانياتي. المشاريع كلها مش فاشله، المشاريع كلها ناجحه، يشهد الله ان انا مفيش مشروع من اللي اتكلمت عنه، مفيش مشروع من اللي فتحته كان فاشل، بالعكس كنت بنبهر من المكسب بتاعه. طب يا اختي لما انت بتنبهري من المكسب بتاعه ما كملتيش ليه وما بانش عليك الغنى ليه؟ انا غيرك وانا غيرك، انا ليا ظروف، انا زوجي مش مساعدني في الموضوع ده، هو لو سمع الفيديو بقى هيضحك او هيعذرني. المهم انا بتكلم بصراحه انا زوجي مش مساعدني في اي مشروع انا بعمله، هو ما بيحبش اصلا شغل الستات، رغم ان انا بشتغل في بيتي او لوحدي او مع ستات او كده، بس هو مش محبس خالص خالص خالص. فعارفين بقى اللي هي ايه، بتسايس امورها بالعافيه، ومره تحصل خناقه لا فوتي ده وسيبيه، ومره يحصل ما اعرفش ايه، فاحنا ماشيين كده الدنيا. انا واخداها كده لان انا سبحان الله الشغل في دمي، انا من وانا طفله صغيره قوي بحب الشغل قوي 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 يا جماعه قوي، سبحانك يا رب، واحب انام كده وانا تعبانه من كتر الشغل، والله العظيم يعني تقولوا بقى شخصيه مريضه، تقولوا دماغي وجعاني، انا مش عارفه، بس انا كنت دايما اقول لهم كده احب قوي انام كده وانا رجلي بتنقح كده من كتر الوجع، احس كده ان انا عملت حاجه. طبعا الحمد لله يعني انا يعني مش عايزه يوم يعدي غير لما يبقى الواحد راضي عن نفسه، فنرضى بقى عن نفسنا ان احنا ايه، نعمل الكويس ونصلي ونعمل كل خير ان شاء الله، ونشتغل في الدنيا اللي وبرده ما نقصرش في بيتنا. مش معنى ان انا زوجي مش موافق ان انا مقصره في بيتي او كده، على قد ما بقدر ما بنقصرش في بيتنا برده، بس دي حاجه جميله بتريحني نفسيا ان انا بعملها. خلاص كده عشان ما حدش يقول ايه عملتي حاجه وسبتيها او كلام من ده، لا انا الظروف هي اللي بتضطرني ان انا اسيبها. لكن لو رجعت القناه وشفت كل المشاريع اللي انا عملتها، قسما بالله العلي العظيم التجاره مربحه جدا يا جماعه وفوق ما تتخيلوا، ومفيش حد هينصحك، خد بالك، والله والله والله، شوف انا حلفت بالله اهو، والله ما في حد نصحني وقال لي اعملي، قسما بالله كان كل واحد بيعرف باي مشروع كان بيهبط عزيمتك ويوقعك وقعة سودة، بس بفضل الله اللهم لك الحمد انا شخصيتي غير،
انا مهما حد قال لي لا ما تعمليش، لا ما هو اللي في راسي في راسي، لان انا ببقى مقتنعه بالحاجه. يعني ابسط الامور خالص، انا سالت ناس كتيره وشرت ناس كتيره على قد ما اقدر في حاجات بسيطه. لما جيت افتح مشروع الفراخ ان انا ابيع فراخ واقطع اجزاء وكده، ولقيت هجوم شديد من كل اللي حواليا. اقسم بالله اقسم بالله محل الفراخ ده كان في اوقات بيكسب في اليوم بال1000 والاكتر من 1000 و500 ايام الرخص، ايام الرخص مش دلوقتي. فانا والله ما حد نصحني ولا وقف جنبي ولا شجع في حاجه، ولا شجعني في حاجه، ولا مدح في حاجه، ولا قال لك ده بتكسب، ولا قال لك جربي. لا، كل الناس بتكسر عزيمه الناس. انا بقى مش عايزه كده. انا احب الشغل واحب الطموح واحب اشجعكم واقول لكم الحاجه بتكسب، لان انا جربت وعرفت. تنظيف الخضار بيكسب، تربيه الفراخ بتكسب، فتح محل الفراخ بيكسب، التجاره في البيض بتكسب، التجاره في الهدوم بتكسب، التجاره في القماش بتكسب، التجاره في البلاستيكات بتكسب، كل حاجه اقسم بالله بتكسب. بس ابدأوا وخليكم على الله كده، وابدأوا ما تخافوش. يلا طولت عليكم معلش، لعل وعسى اكون يعني شمعة امل لاي حد. اخر حاجة هقفل بيها الفيديو، اللهم صل عليك يا نبي. اخر حاجة هقفل بيها الفيديو هي سعر الفراخ. جبت الفراخ منين؟ عشان احنا الفراخ دي مش متوفرة وبكام. امبارح جالي تليفون من استاذ محمد جبر، طبعا انا ماليش علاقة بيه خالص، انا والله كل اللي اعرفه عنه ان انا جبت منه الفراخ، لا شفته ولا قابلته ولا اي حاجه. انا كل الموضوع ان انا جبت منه الفراخ. لقيته بيتصل بيقول لي انت عامله فيديو وبتقولي للناس الفراخ بكام والاسعار غليت وكذا وكذا، وانا قلت له ازاي، انا ما اعرفش والله الاسعار غليت ولا ما غليتش، انا مش متابعه لان انا مش هشتري. فقال لي لا خشي وشوفي الفراخ يا ام معاذ ده سعرها النهارده 185 جنيه. قلت له يا خبر ابيض 185 ازاي؟ والله العظيم استغربت. دخلت على الصفحات اللي انا متابعاها والناس اللي انا كنت بشوفهم قبل كده، لقيت فعلا الناس منزله ب 195 وب 100 وب 200 وب 185 وب 190. ايه الارقام دي يا جماعه؟ انا ما كنتش شاريه كده الصراحه، وكنت شاريه اقل من كده شويه. فطبعا انتوا شايفين كل حاجه حوالينا كلها بتغلى. انا جبت منين بقى؟ انا كان ليا تجربتين في الموضوع ده. التجربه الاولانيه تجربه سيئه وما انصحش حد بيها، ولو هنصح حد بيها هنصح انه يوزن حاجته وعلى قد الميزان ياخد، لان انا وثقت في اللي قبل كده وما طلعش حاجه مظبوطه يعني. وطبعا لما تطلع حاجه مش مظبوطه ووزن مش مظبوط هيقعد معاكي ايام اطول، يعني اكل اكتر، يعني تكلفه اكتر. طب وليه؟ طب ما انا دافعه فلوس، ومش اي فلوس برضو، ما انا دافعه فلوس تعبانه فيها وشقيانه فيها. زي ما اديتك فلوس اديني حاجه مضمونه وخليك على قد كلمتك. فده كانت نقطه سودا وخلاص، وخلصنا منها وخلاص، مش هنكررها تاني الحمد لله. فلما جيت اجيب الطلبيه التانيه دي عشان بس تبقوا فاهمين حتى انتوا تمشوا ازاي، سواء انتوا هتجيبوا من استاذ محمد او مش هتجيبوا منه، تبقوا فاهمين هتجيبوا ازاي. انا عملت ايه؟ انا كنت في حيره شديده جدا. انا عايزه اجيب فراخ تاني، اللي هي الفراخ دي اللي قدامكم دي. كنت عايزه اكمل، ما انا مش عايزه 75 بس، انا عايزه اكمل بقى بالمره. انا بدفع ايجار بالمره، انا بروح وباجي، يعني تبقى بالمره بقى. فقعدت ابحث وادور يمين شمال يمين شمال. المهم دخلت على الفيسبوك ولقيت صفحه اسمها فراخ بياضه عمر 100 يوم. لما دخلت وشفت الصفحه قلت يا بنت قلبي الاول في الصفحه شوفيها مستمره بقالها قد ايه، بقالها شهر مفتوحه، بقالها سنه، في تعليقات مفيش تعليقات، في فيديوهات مفيش فيديوهات، في ارقام تليفون. يعني هشوف الدنيا واخش كده اقرا التعليقات، اشوف هل حد شتم، هل حد اشتكى، هل حد مع كده. والله بحكي لكم بالتفصيل اللي حصل معايا. ومعلش ان انا طولت معاكم في الفيديو، انتوا بقى ايه جروا السرعه واسمعوه بسرعه. المهم انا دخلت ولقيت الصفحه دي كويسه، منزل صور، انا بحب قوي اللي ينزل فيديوهات، ولقيت الصفحه مستمره بقالها سنين، فما لقيتش اي شكوى من التعليقات. فاستخرت ربنا كده واتصلت بيه. اسمه محمد جبر، ربنا يشهد انا لا لي علاقه بيه ولا اخد منه جنيه ولا اي حاجه، بس مصلحه ليكوا انتوا بس، عشان ما حدش يتمرمط المرمطه اللي انا اتمرمطتها ولا يضحك عليه. بصوا انا عندي فرخه هنا مش عارفه، جيت النهارده لقيتها واقفه ساكته كده كمشينا مع نفسها. ربنا يستر، دي من الفراخ القديمه. معلش خرجت بره عن الموضوع. فاللي عايز الفراخ يا جماعه، انا معرفش اي مصدر تاني غير استاذ محمد جبر، هو اللي انا اتعاملت معاه، وان شاء الله يا رب اتعامل تاني وتالت ورابع.
باذن الله. فين صفحته؟ اسمه على الفيسبوك محمد فراخ بياضه عمر 100 يوم. ولما تخشي يا ستي لو انت حتى ما في كذا صفحه فراخ بياضه عمر 100 يوم، اكتبي في البتاع في السيرش فوق فراخ بياضه عمر 100 يوم وجنبها محمد جبر. اصل بتجيلي تعليقات كتيره قوي رقم تليفونه، اما انا بقعد هكتب رقم تليفونه في كل تعليق، مش هينفع يا جماعه. فانا هكتبه لكم دلوقتي مره واحده اهو في التعليقات ان شاء الله اول ما انزل الفيديو، وبناء عليه بقى اللي يسأل انتوا ردوا عليه بقى واكتبوا له الرقم. تمام؟ وما تخافوش منه، ان شاء الله انسان ثقة وانسان كويس. هو قال لي امبارح ان الفراخ ب 185، البياضة عمر 100 يوم، وهي مش موجودة اصلا، يعني هم كمان مش لاقيينها، فالله المستعان. اسعار البيض ايه؟ البيض طبعا في الطالع والنازل، بس ان شاء الله الفترة الجاية هيطلع. انا ببيع البيض بكام؟ انا ببيع البيض ب4. حضرتك لو هتبيعه بقى الاهالي او لكده على قد البيض اللي هتطلع منك، انت تقدر تبيع البيضة ب4.5، يبقى مكسبك هيزيد. خلاص بقى كده انا قلت لكم على كل حاجه اهو، وطولت معاكم في الفيديو. دعوه حلوه منكم لاختكم ام معاذ، ان شاء الله ربنا يستر حياتي ويستر حياتكم ويرزقني من حيث لا ادري ولا احتسب، ويديني طولة العمر والصحه لعيالي يا رب، ولكم بمثل ما هتدعوا باذن الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.